يا مساء كل حاجة حلوة، مساء الهنا والسعادة على عيونكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. عملت لكم النهاردة القشطوطة بطريقة سهلة ومبسطة وجميلة على طريقة صبا العرايشي، هتتحدي بيها أي محل حلواني. بجد الطريقة سهلة وبسيطة، وهبسط لكم المقادير أكتر زي ما متعودين. طريقة التقديم دي تخصك، الفاكهة كتير، احنا في صيف، زوقي بفاكهة، زوقي بصوصات زي ما تحبي، اعمليها فرحي بيتك وولادك، وأوفر بكتير جدا من بره. واللي شغالين أونلاين بجد مكسبها معدي، لأن الكمية دي رمت معايا كتير جدا. يا رب الطريقة تعجبكم. يلا بينا نبدأ ونشوف عملناها مع بعض ازاي. هنسمي الله وندخل في طريقة الرز بلبن على طول، وشوفي بقى الطريقة الصح. نص كوباية من الرز البلدي غسلتها وحطيت لها كوبايتين من المية من الكاتل، واسيبها على نار هادية. تعالوا بقى نعمل الكيك اللي هنشتغل عليه بعد كده. 6 بيضات وهنخفقهم كويس مع شوية فانيلا، رشة من الملح، واخفقي بقى قد ما تقدري لحد ما القوام يتضاعف بالشكل ده. ابتدى يبيض ليه؟ لان ضفت له مقدار كوباية كبيرة من السكر. بعد ما اتضربت كويس جدا افتحت بالشكل ده. هنا بقى هضيف الدقيق 3 كوبايات، هضيفهم كوباية كوباية، ولازم انخل لان الخطوة دي مهمة جدا عشان تطلع معانا جميلة كده وهشة وما تكونش مكتومة. تاني كوباية ندخل على التالتة، وبعد كده بيكنج باودر كيسين عشان الكمية دي ما شاء الله كبيرة، فهنديله كيسين عشان تنتفخ معانا كده ويبقى قوامها عالي. وبعد كده بالسباتيولا هقلب بالراحة عشان اخرج منها الهواء. زي ما انتوا شايفين كده الخطوات دي مهمة جدا. جهزت صاج 30 في 40، وابتديت ان انا انزل على ورق زبدة بالشكل ده. سويتها، جبتها يمين وشمال وخبطت عليه عشان اطلع الفقاقيع، ودخلتها الفرن على 180. ده الرز بعد ما استوى. هنقله في حلة تانية كبيرة، والخطوة دي مهمة جدا. وبعد كده هديله 2 كيلو من اللبن البلدي. شايفين وش القشطة ما شاء الله، اللبن بخيره جميل جدا. وهسيبها على نار هادية. بعد مرور تقريبا ربع ساعة لتلت ساعة هضيف لها معلقة من النشا، معلقة من الكريم شانتي، شوية لبن، وهخفق كل الكلام ده كويس جدا. وبعد كده هضيفه بالتدريج، ايد بتقلب زي ما متعودين وايد بتضيف. ما شاء الله القوام ابتدى يظبط ازاي. بعد ما غليت ابتدت تطلع فقاقيع والقوام ابتدى يتكاثف، وهو ده المطلوب. انا هسيبها كده على نار هادية، يعني من ربع لتلت ساعة لحد ما القوام يظبط اكتر، وتبتدي تتكاثف كده واللبن يمتزج مع الرز كويس جدا. هنا هقلب كويس جدا بعد ما ضفت لها شوية من الفانيلا. والخطوة دي مهمة جدا في انك ما تضيفوهوش للاطباق البلاستيك دي على طول. بعد ما ينزل من على النار لازم يقعد يرتاح شوية واللبن يهدى عشان نضيفه البلاستيك، لان التفاعل بتاع الحرارة مع البلاستيك خطر جدا على صحة اي انسان او حيوان يعني. هنضيف معلقتين او كوبشتين بالظبط، هو مش هضيف اكتر من كده. عايزه اقول لك ال2 كيلو لبن دول ظبط لي 8 اطباق بالظبط، على قد تقسيمه الصينيه اللي اشتغلت عليها. الصينيه هي بعد ما خرجت كانت على 180 درجه، ما شاء الله ما خدتش وقت. هبتدي اغطيها واسيبها تهدى شويه، لان لو قطعتها وهي سخنه هتفرفت مني. تعالوا نعمل الكريمه. كوبايه من اللبن، كوبايه من الكريم شانتيه البودر الخام، نص كوباية أو أقل شوية من السكر البودرة، يعني ضفت تقريبا تلت كوباية، لأن انتوا عارفين ما بحبش السكر كتير، السكر ده بيرجع لكم. هتلاحظوا ان انا خفقت كده نص خفقة وركنت على جنب. ليه؟ عشان هضيف لها دلوقتي كوباية كبيرة من الويبن كريم، كريمة الخفق اللي هي بتتباع في أي محل حلواني. أنا لقيته عند مذكور، النوع ده أسباني، كان تحفة، لازم تجربوه. لو عندكم فرع قريب اتعاملوا معاه، منتجاته جميلة في الكريمات أو في الشوكولاتات، في كل حاجة بصراحة. ليه بقى ضفتهم الاتنين مع بعض؟ عشان أوفر وقت وجهد. يعني الوقت اللي هخفق ده لوحده ده لوحده، الاتنين مع بعض وننجز. ما شاء الله كريمة الخفق اللي هي الويبن كريم بتدي قوام ريتش كده غني، بيبقى طعمها في الآخر في منتهى الجمال. هحطها في التلاجة ترتاح. في الوقت ده هطلع الكيك اللي أنا جهزته معاكم. بفرغ كده من الجناب عشان يطلع بسهولة، لأن الجناب الرفيعة دي ما فيهاش ورق زبدة، فهتبقى صعب إن أنا أخرجها. كده هتسهل عليا الدنيا. طالعة ناجحة وجميلة في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين. لازم أخرج أو أصفي الأطراف دي، بحددها واطلع الاطراف، عشان الاطراف دي بتبقى شوية يعني محمصة او بتبقى مقرمشة او بتبقى ناشفة شوية. فلما بخرج الاحرف دي تطلع معايا مستوية اكتر وكلها مقاس واحد، وزي ما انتوا شايفين طالعة تحفة.
طبعًا الأطراف اللي خرّجتها دي مش هتترمي خالص، يعني مش هاقول لكم بقى نعمل بيها حلويات وكده ونضيف لها whipping cream لأ، هي اتاكلت في ساعتها ما شاء الله إحنا عندنا يعني أطفال مش أطفال خالص يعني. ابتديت بعد كده أنقلها في الصاج تاني، بس هابتدي أوسطنها زي ما أنتم شايفين كده. هنا بقى جبت كوباية كبيرة، مَج كبير كده من اللبن المغلي، هاضيف لها معلقة من العسل الأبيض ومعلقة من الكريم شانتيه. هابتدي بعد ما درّبتهم كويس إن أنا أسقيها بقى، يعني ادّوها قد ما تقدروا واتوصّوا كده بالأحرف عشان تطلع معانا في الآخر طعمها كده طري وجميلة. نيجي بقى للكريمة، أنا جهّزت لها طبعًا قمع حلواني وابتديت إن أنا أضيفها ليه، وبعد ما سقيتها كويس جدًا هابتدي بقى أحدّدها كده بالwhipping cream أو الكريمة اللي إحنا جهّزناها مع بعض. عايزين تضيفوها مرّة واحدة وتفردوها بspatula زي ما أنتم حابين يعني. هافضل بقى رايحة جاية، رايحة جاية، رايحة جاية كده لحد ما الحمد لله يعني أنجزنا. وبspatula بابتدي أفردها، ما شاء الله شايفين قوام الكريمة، يعني الكريمة اللباني فرقت جدًا لمّا ضفتها للكريم شانتيه، ما شاء الله تحسّوا إن الكريمة كده متماسكة وتحسّوها إن هي قشطة مش كريمة، بجد كان طعمها وهم وفرقت جدًا في طعمها، تحسّوا إن هي جاية من محل حلواني فخم كده. فكل ما تدّوا الحاجة وتدّوها صح، تطلع معاكم جميلة وزي اللي برّه وأحلى بكتير. هابتدي بقى أقسمها نُصّين بالطول وبالعرض أقسمها نُصّين، وبرضه النُصّين هاقسمهم نُصّين، يعني الصاج الكبير ده ما شاء الله عمل لي بالضبط 8 قطع حلوين جدًا. شايفين القطعة قد إيه ما شاء الله. هابتدي بقى أضيفها للرز بلبن اللي إحنا جهّزناه قبل كده. الطريقة سهلة إزاي؟ بسيطة ما فيش أسهل ولا أبسط من كده. جميلة جدًا وناجحة وفي منتهى الجمال. تعالوا بقى نشوف هنزينها بإيه. معانا شوكولاتة، معانا زبدة لوتس، معانا كمان زبدة فستق، ده الصوصات زي ما أنتم عايزين بقى، يعني شوية مكسرات حسب المتواجد، شوية فاكهة برضه حسب الموجود، معايا خوخ، معايا برقوق، في كمان مانجا متلجاها كده باخزنها من السنة للسنة بتنفعني بصراحة. طبعًا الصوصات بادّيها حمام مَيّة سخنة وأركنها على جنب. في الوقت اللي أنا هاقطّع فيه الفاكهة، هاقطّعها بقى شرايح بالطول زي ما أنتم شايفين كده، عشان يبقى شكلها كله قد بعض. والصوصات بقى بعد ما سخنت أو ساحت في حمام مَيّة سخنة، بابتدي أحطها في كيس حلواني وأدّيها الشكل اللي أنا عايزاه بقى. ضفت لها شوية فستق، الفستق طبعًا مع زبدة الفستق بيبقى طعمه جبار. الطبق ده أنا مدمناه، باحبه جدًا. في ممكن ندّي عين جمل، زبدة اللوتس بابتدي أدّيها كده رايح جاي أو شوكولاتة بيضا، شوكولاتة دارك، اللي أنتم عايزينه. وطبعًا معايا البسكوت بتاع اللوتس طحنت شوية منه كده وبابتدي أزين بيه الأحرف وبادّيها كده واحدة من البسكوت تدّيها touch، شكلها جميل جدًا. وهنا ادّيت شوية من البسكوت، شوية من اللوز المبشور. بُصّوا يعني الحاجات دي كده بتدّي يعني شكل ظريف وجميل، والحاجات دي طبعًا كانت عندي من رمضان يعني سهّلت عليّا كتير، أنا ما اشتريتش حاجة من برّه غير شوية الفاكهة اللي أنتم شايفينها دي. حتى المانجا كانت موجودة عندي يعني، فما كلّفتنيش بصراحة حاجة. شايفين الجمال بقى؟ يعني الجمال عدّى الكلام. ما شاء الله جميلة جدًا وطلعت معايا سهلة وبسيطة، وزي ما أنتم شايفين أنتِ تقدري تعملي أي حاجة في أي وقت بطريقة أحلى من اللي بتشتريها بكتير. يا رب طريقة الفيديو بتاع النهارده تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى لو عجبكم الفيديو في لايك واشتراك وشير كتير عشان الاهتمام ما بيتطلبش. طبعًا دي جملتي المعتادة ومش هاحتاج إن أنا أفكّركم بيها كتير. كانت معاكم مصطفى العرايشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.